بيبدأ فيلمنا في مدرسة للأطفال، وبنشوف المدرسة بتطرد طفل من الفصل لأن هو مشغول عن الحصة وقاعد يرسم. والطفل ده بيكون اسمه دين. ولما دين بيطلع برا الفصل بيلاقي بنت قاعدة برضه مطرودة من الفصل بتاعها لأن هي كمان كانت بترسم، والاتنين بيطلعوا راسمين نفس الرسمة. وبعد كده بيجي ميعاد مروح الأطفال وكل الأطفال بتروح ما عدا دين لأن مامته اتأخرت عليه. بعدها بتيجي البنت اللي كانت مطرودة من الفصل وبتتعرف على دين وبتقوله إن هي اسمها لينا، ولينا بتقوله إن باباها دايما بيتأخر عليها زي ما مامته بتتأخر عليه، وبتمسك إيده وبتقوله تعالى نروح سوا. وبعدها بنشوف ان علاقة لينا ودين بقت قوية وبقوا اصحاب ودايما مع بعض. وبتيجي مرة لينا بتقول لدين ان هو لازم يوعدها ان هما دايما يفضلوا سوا ويكونوا اصحاب. بس بعدها والد لينا بينقل من المدينة وبتضطر لينا انها تفارق صاحبها وبتودع دين وبتمشي وهي زعلانة. وبيعدي الوقت وبيكبر دين وبيشتغل في توصيل طلبات وبيشوف صاحبه وهو بيوصل اوردر وبيطلب منه الواجب علشان هو عنده شغل كتير. وبيروح دين يوصل اوردر لمكان مهجور ومتدمر وبيشوف الراجل صاحب الاوردر راجل غريب وقاعد يعزف، والراجل ده بيديه ابريق وبيقوله الابريق ده هيحقق له كل اللي هو بيتمناه. فدين بيخاف من الراجل وبيفكره مجنون فبياخد منه الابريق وبيقوله خلاص تمن الاوردر وصل. وبعدها بنشوف دين وهو بيجري علشان يلحق يروح يشتري بدلة جديدة، ولما بيروح البيت بنشوف ان هو بيقول لمامته ان هو اتأخر علشان وراه دروس كتير في المدرسة. وفجأة بيظهر صاحبه وبيقوله الواجب اهو ولو غبت تاني المدرسة هتفصلك. واول ما مامته بتسمع الكلام ده بتتضايق وبتضربه قدام الجيران. فدني بيقول لها ان هو بيشتغل علشان يساعدها، بتقول لمامته ان شغلانته الوحيدة ان هو يدرس وينجح. وفي ناحية تانية خالص بنشوف واحد نزل من العربية وبيضرب الأمن وبيدخل المنطقة المهجورة دي. وبنرجع لدين اللي مامته أول ما بتنام بيحاول إن هو يهرب من الشباك وبيكون لابس البدلة الجديدة وبيروح يقف قدام إعلان بيكون فيه لينا صاحبته وبيقعد يتمرن هيقول لها إيه أول ما يشوفها. وفجأة الإبريق اللي معاه بيطلع منه دخان كتير وبيظهر منه تنين اسمه لونج، وبيقول لدين ان هو بيحقق الاماني السحرية وبيقول له ان هو يقدر يحقق له 3 اماني لان هو صاحب الابريق. بس دين مش بيصدقه فهو بيحاول يبين له قواه السحرية. وفي ناحية تانية بيظهر الناس اللي كانوا راكبين العربية وراحوا في حتة مهجورة. وبعد كده بنرجع لدين وبيقول له لونج ان هو المفروض يحقق ل10 اشخاص امنياتهم علشان يقدر يروح لعالم الارواح. ولونج بيقوله ان هو اخر شخص من ال10 اشخاص دول وان هو محبوس في الابريق ده من 1000 سنة. وفجأة بتدخل عليهم العصابة وبيكونوا بيدوروا على الإبريق اللي مع دين وبيقدروا يشوفوا دين والإبريق بس ما بيعرفوش يشوفوا التنين. وبيقدر دين ان هو يهرب من العصابة وبيلوم نفسه ان هو مش عارف يحاربهم بس في الآخر بيعرف يضربهم. وبترجع العصابة لرئيسهم وبيحكوا له كل اللي حصل. وبيجي تاني يوم وبيصحى دين من النوم وبيستغرب القوة السحرية اللي حصلت له امبارح. وفجأة بيظهر له لونج فبيقول له دين ان هو ازاي كان عنده قوة سحرية امبارح. فلونج بيعرفه ان هو استخدم كلمة اتمنى علشان كده امنيته اتحققت. وبيسأله ايه هي امنيته التانية وبيقوله انت عايز دهب ولا جيش تغزو بيه العالم ولا تكلم صاحبتك اللي برا البلد. فدني بيقوله ان هو يقدر يكلمها من التليفون وبيستغرب لونج جدا التليفون وبيمسكه وبيقعد يقلبه في ايديه. وبعدها بيخرج لونج ودين في الشارع وبيستغرب كل حاجة موجودة في الشارع وبيركبوا مع بعض المواصلات. وبيتعب لونج من زحمة الأتوبيس فبينزلوا منه وبيركبوا تاكسي. وبعدها بياخدوا لونج وبيطير بيه على بيت لينا وبيقف دين ورا السور مبهور بيها وبجمالها. فبيقولوا لونج ان هو ما يعرفش يحقق امان الحب لان في قواعد لازم يمشي عليها. فبيقول له دين ان هو امنيته الوحيده ان هو ترجع صداقته مع لينا زي الاول. فبيستغرب لونج جدا وبيقول له ازاي بقى قدامك تتمنى اي امنيه في الدنيا وتختار الصداقه. فبيقول له دين خلاص حولني الراجل غني وعنده فلوس. فبيحوله وبيلبسه لبس التراث القديم. فدين بيقول له ان هو عايز يلبس بدله زي الناس اللي جوه دول ويبقى معاه عربيه وفلوس لمده 24 ساعه بس. فبيستغرب لونج وبيقول له 24 ساعة بس. فبيقول له انا بس عايز ارجع صداقتي بلينا. وبيروح حد من العصابة بيسأل على دين في محل البدل ووقتها بيقدر دين ان هو يدخل الحفلة
ولما بيحاول يرقص مع دينا ويفكرها بنفسه هي مش بتفتكره فبيزعل جدا. وفي الحفلة بيطلبوا من ابو لينا ان هو يطلع ويرقص مع بنته، بس هو مش بيظهر فبتزعل لينا جدا وبتقعد تعيط. فبيحاول دين ان هو يغير اجواء الحفلة علشان يفرح لينا، وبيعمل فقرات بمساعدة لونج، بس لينا بتزعل وبتطلع برا الحفلة. ولما دن بيروح وراها بيلاقيها قاعدة في أوضة مليانة هدايا وهي قاعدة في النص وبتعيط، فهو بيقعد جنبها وبيحاول يهديها، وهي لما بتفوق بتقعد تشكره. ولما هو بيجي يعرفها على نفسه بيدخل عليهم المساعد بتاعها وبيقول لها ان باباها عايز يكلمها فيديو كول. لما بيكلمها بيقول لها ان هو جاب لها هدية جميلة، بس لينا بتكتشف ان باباها مش واخد باله ان هي هدية السنة اللي فاتت، فبيحاول ود ان هو يلطف الجو عشان لينا ما تزعلش. ولما باباها بيشوف ود بيعجب جدا بشكله وبمظهره، وبيفكروا ان هو رجل اعمال وغني، فبيحاول ان هو يقربه من بنته، فبيقوله ان هو وبنته هيتغدوا بكره مع بعض، وبيفرح ود جدا بالاقتراح بتاع باباه. وبعدها بيحكي ود للتنين كل اللي حصل. وبعدها بنشوف والد لينا هو بيتوسل لناس معينه فيديو كول علشان ما يحجزوش على املاكه. وبعدها بيروح ود هو ولونج على البيت، بس بيخشوا من الشباك، وعشان كده العصابة اللي قدام البيت مستنياه مش بتشوف. ولما مامته بتروح البيت هو بيتعامل معاها بطريقة غريبة وبيبقى متوتر، فهي بتفكر ان ابنها بيتعاطى مخدرات وبتسأله على مكانها، وبتقوله ان طريقته غريبة بقالها فترة وان هو كمان مش بيروح المدرسة. وبيجي تاني يوم وهو رايح ود للمدرسة وبتكون العصابة بتراقبه، بس فجأة بيختفي ود وبيركب في عربية شكلها حلو جدا مع التنين اللي بيكون اتحول لسواق، وبيوصله للمكان اللي كان متفق مع لينا علشان يتغدوا سوا. وبعدها بتقول له لينا انها مبسوطه جدا انها اتعرفت على واحد محترم، بس ود بيتعامل معاها بطريقه غريبه. وفجاه بيظهر افراد العصابه وهو بيقول لها لازم نمشي من المكان ده حالا. فلينا بتساله هما مين دول، فهو بيقول لها ان هما اكيد عايزين يخطفونا علشان عايزين فلوس، وهما بيحاولوا يهربوا. بيشيلهم التنين وبيطير بيهم، بس بعد كده بيوقعهم على الارض وبيفضلوا يضحكوا. وفجاه بيتحول ود لحالته القديمه، فلينا بتعرف ان هو كان بيكذب عليها، بس بعد كده بتفتكر المكان اللي هي كانت موجودة فيه، وبعد كده بتروح مع ود لبيته. وطبعا مامته اول ما بتشوفه بتضربه لانها بتكتشف ان ابنها متغير كده مش بسبب المخدرات، بسبب البنات. فهو بيقول لها ان دي لينا صاحبته وهو صغير، فمامته بتفرح وبترحب بيها، والجيران كمان بيرحبوا بيها وبتفضل معاهم طول اليوم. وبيفضل لونج يتفرج عليهم من بعيد. وبعدها بياخد دن لينا وبيطلعوا من الشباك، بيروحوا على السطح وبيقعدوا يفتكروا ذكرياتهم القديمة مع بعض. وبيطلب منها دان ان هو يخرج معاها المرة دي بس بشخصيته الحقيقية، فهي بترفض وبتسيبه وبتمشي. بيزعل دن جدا وبيقرر ان هو يتمنى امنيته الاخيرة من لونج، وهو انه يبقى غني جدا ومعاه فلوس كتير. وبعد كده بنشوف العصابة وهي بتكلم رئيسها، واللي بيطلع في الاخر والد لينا. والعصابة بتقوله ان دان كان مع بنت موجودة على السطح بتاع بيته. وبعد كده بتدخل لينا على باباها وبتحكي له كل اللي حصل مع دان، فبيعرف باباها ان هي البنت اللي كانت موجودة مع دان وقتها. ولما ابوها بيعرف كل اللي حصل بيسيبها ويمشي، وبيقول لها ان هو هيصلح كل حاجة، بس هي بتتصدم انها بتشوف رجال العصابة معاه. وبنروح للونج اللي بيحكي قصته كلها لصاحبه ود، وبيقوله ان هو كان من عيلة ملكية كبيرة وكان بيخلي كل الناس خدامين عنده، وهو بيموت محدش وقف جنبه ولا ساعده، وان الآلهة قررت تعاقبني فرجعتني للدنيا تاني علشان أساعد 10 من البشر في تحقيق أمنياتهم، علشان أعرف معنى المساعدة الحقيقي. وبيقوله إن هو عرف معنى الحياة لما شافه هو بيعامل مامته إزاي وبيحترم صحابه وجيرانه. وبيقوله القرار في الآخر قرارك. وبعدها بيدخل عليهم أبو لينا ومعاه العصابة، بيحاولوا ياخدوا منه الإبريق بأي طريقة. أول ما أبو لينا بياخد الإبريق رجالته بتخونه وبتبقى عايزة تاخد الإبريق ليهم، بيوقعوه على الأرض. ولما بتيجي لينا علشان تشوف والدها بيعتذر لها وبيقول لها إن هو كان عايز يحقق لها مستقبل جميل، وهي بتعيط بتقوله انها ما كانتش عايزه حد غيره. في الوقت ده بيروح دن ورا العصابة علشان ياخد منهم الإبريق، وفي واحد من رجالة العصابة بيحقق أمنية ليه وبيحول إيديه لدهب، وأي حاجة يلمسها تتحول هي كمان لدهب. وبيفضل دن يتخانق معاهم. راجل العصابة اللي إيديه اتحولت لدهب بيحاول يضرب دن، بيجي التنين وبياخد الضربة مكانه وبيتحول لتمثال من الدهب.
وبعدها بيروح التنين لعالم الأرواح وبيطلب منهم إن هو يرجع للدنيا تاني علشان يساعد دينا، وبيرجع فعلا وبيديله الإبريق وبيقوله اتمنى آخر أمنية ليك. هو بيتمنى إن والد لينا يرجع للدنيا تاني. بعد كده بتروح لينا ووالدها لبيت دينا، بيعتذر والدها من دين وبيشكره على اللي هو عمله علشانه. وهما بياكلوا مع بعض بيكتشف والدها إن مامته بتعمل شوربة جميلة، فبيقترح عليهم إن هما يفتحوا مطعم مع بعض. وبعد كده بيكتشف دين إن التنين ما ماتش، والتنين بيقوله ان هو راجع للدنيا تاني علشان يخدم 10 من الناس من اول وجديد علشان خاطر يفضل جنبه. وبيحضنوا دين، وبعد كده بيرجع التنين للإبريق من تاني وبيحطوا دين على عربية علشان يحقق أماني ناس كتير. لو عجبك الملخص اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.